السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش كده حبيباتي نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا اسفة بقى يعني اتأخرت عليكم شوية كده في فيديو مشتريات الشهر. تعالوا بقى كده نخش على الفيديو على طول ونصلي على الرسول. وما تنسيش بقى قبل اي حاجه تحطي لي كده اللايك الحلو بتاعك والكومنت الجميل بتاعك اللي بيشجعني، وطبعا اهم حاجه ما تنسيش الاشتراك في القناه. يلا كده نسمي الله ونقول بسم الله ونشوف ميزانيه واقعيه بدون يعني تزويق وبدون جذب مشاهدات وبدون اي حاجه والله يعني. ربنا الاعلم ان كل حاجه انا بعملها معاكم بتبقى بكل مصداقيه كده وما بضحكش عليكم في اي حاجه ان شاء الله. اول حاجه كده يا بنات، النهارده انا كنت نزلت انا واختي السوق يعني مع بعض، ربنا يبارك في عمرها يا رب. فبصراحه بيبقى السوق بيبقى فيه فرق شويه في الاسعار. يعني مثلا البطاطس اللي في الكيسه السمرة ديت اللي هي كانت اللي بتبقى فيها النقطه الحمراء دي، جبناها ب10 جنيه. طبعا هي يعني ايه، خفت شويه من السوق اللي موجوده اكتر دلوقتي اللي هي البطاطس الجديده يعني. جبت منها 4 كيلو ب10 جنيه الكيلو. وجبت 2 كيلو من اللي هي السبونتا التانية الجديدة ديت. وجبت هنا بطاطا. انا بعشق البطاطا جدا جدا في الشتاء، وما اقولكوش بقى كمان يا سلام على البطاطا المشوية، دي العشق كله بقى. جبت منها ما شاء الله 4 كيلو. والبصل بدأ كده يشد معانا. عايزة اقول لكم قبل ما انسى بس الاسعار كده، البطاطا ديت جبت الكيلو ب5 جنيه. البصل جبت البصل الكيلو ب15 جنيه. جبت 2 كيلو ب30 جنيه. جبت معايا الطماطم الحمد لله يعني بدأت تهدى شوية أسعارها يعني، وفي نفس الوقت حمرة وجميلة كده وتقدري بقى تجيبيها دلوقتي تخزني منها. جبت 3 كيلو ب20 جنيه، يعني كيلو ونص ب10. جبت كده كيلو الا ربع من الفلفل الأخضر على الشطة. كان صابح برضو حلو كده، جبته كيلو الا ربع ب10 جنيه. عايزه اقول لكم يا بنات والله يعني هو موضوع الخضار بيبقى جنب البيت دوت بيريح وكل حاجه. بس طبعا بيبقى لازم بيبقى فيه شويه فرق في الاسعار كده. وساعات لما بتكون الاسعار مريحه بصراحه يعني هما برضو بيبقوا عايزين يبيعوا كده فبيظبطوا لنا الاسعار. فهم كتر خيرهم برضو بتبقى محلات وايجارات بقى وانت عارفين الكلام دوت. فربنا يعين الجميع يا رب ويرزقهم جميعا ويرزقنا من فضله بإذن الله. جبت كده كيلو من الجزر. دوت خدته كده على تقريبا كده 10 جنيه. وجبت كده البتنجان المكبب دوت كان ب5 جنيه، جبت كيلو. وجبت نص كيلو من اللي هو التاني العروس عشان ان شاء الله بقى كده نخلله او ندحرجه بقى نعمل منه اكلات حلوة ان شاء الله باذن الله. جبت معايا كده هنا نص كيلو من الفلفل الاحمر. بصراحة ما بقدرش استغنى عنه خالص، وهو خلاص بقى كده كل سنة وانتم طيبين بدأ يخف خالص من السوق. الكيلو كان عامل 20 جنيه، جبت نص كيلو ب10 جنيه. وجبت فلفل الوان كده الكيلو جبته ب25 جنيه، كان صابح وجميل. عايزة اقول لكم ان الميزانية بتاعت النهاردة ديت انا ما جبتش فيها والله فاكهة ولا اي حاجة يعني. وهتشوفوا كده هنجمل مع بعض الاسعار في الاخر. جبت كيلو خيار، والله ده كان كيلو خيار يعني، بس ربنا يخلي الولاد بقى على ما بيطلعوا او اللي جاي من الدرس بقى جعان او كده، انتوا عارفين بقى الولاد كلها بتحب الخضروات يعني. ودي كانت مشتريات النهارده كده من الخضار. انا يمكن الفلفل الالوان يعني مثلا بجيبه بحطه في الفريزر، مش كل شهر بصراحة بجيبه، بس انا يعني لو لقيته ان هو متوفر قدامي تاني وسعره برضو كويس يعني ان شاء الله بإذن الله الشهر الجاي او في اخر الشهر كده اجيب تاني برضو مفيش مشكلة. طبعا الحاجات ديت يعني بتبقى لا غنى عنها في البيت. البطاطس، البصل، الفلفل، الحاجات الاساسية ديت يعني. ممكن من البتنجان نعمل كده صينية مسقعة مع مثلا بطاطسيتين. طبعا بقى تشكلي وتنوعي كده وربنا يعيننا ويرزق الجميع يا رب من واسع فضله. ما تنسوش بقى حبيباتي لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش بقى تشجعوني كده وتكتبوا لي كومنت حلو بقى من كومنتاتكم الجميلة. احب اشكر جدا جدا الناس الجديدة كلها اللي دخلت كده، كلكم والله العظيم شرفتوني ونورتوني، كلكم وجودكم شرف ليا في حياتي والله. تعالوا بقى نخش كده على المكرونات بقى. انا النهارده بصراحه كترت شويه من المكرونات. عايزه اقول لكم برضو حاجه. انا مش بجيب رز صراحه سايب ولا حاجه، يعني جوزي بقى ربنا يبارك فيه بصراحه يعني ايه،
انا من ساعه ما اتجوزت متعوده ان انا ما بعرفش اشتري رز، يعني فاهمين؟ مش تقليلا من حد ولا حاجه، كلكم على راسي من فوق، بس كل واحد بقى ايه على حسب ما خد يعني. فدايما بحب الشكاره دي بتبقى موجوده في البيت يعني، فهو صراحه بيجيبها لي يعني، خلاص هو عودني على كده وتعودنا مع بعض على كده. فلما بتكون الشكاره في البيت بيبقى فيها بركه بقى والله يا بنات يعني. الواحد بينساها خالص بقى. ولما خلاص بقى بتبتدي تخلص او كده فبنبتدي نجيب غيرها ان شاء الله. تعالوا بقى كده عشان ما نتوهش من بعض، انا جبت النهارده كان عطار جديد كده فاتح جنبنا وكانت اسعاره حلوه جدا، فجبت منه صفقه مكرونات بقى ما اقولكوش بقى حلوه قوي. الكيلو فيها عامل 22 جنيه، والله العظيم 22 جنيه. شكلت كده مثلا، جبت من العقل ديت كيلو ونص، جبت من القلم كيلو، جبت من اللي هي القواقع كيلو، جبت من اللي هي السوسته ديت كيلو، جبت كيلو شعرية، وجبت كيلو سباكيتي، وجبت طبعا ما نسيتش معايا التوابل اساسي كده. بس انا كنت هنا يعني كان في عدس اصفر، وانتوا عارفين بقى الولاد مش عارفه يعني الكياس لازم تتقلب كده، معرفش والله العظيم ودوا العدس فين يعني. هتشوفوها معايا الاسعار كمان في الورقه بتاعه المشتريات اللي العطار كاتبها لي. جبت طبعا حبهان، جبت معايا هنا اللهم صل على النبي، جبت اللي هي فابريكا مدخنه ديت. بصراحة ما كترتش في البهارات، لان انا في بهارات موجودة عندي، بس بحب اجيب الاساسيات ديت اللي هي الكمون، الفلفل، الكزبرة، الحاجات دي خشنة. بحب انا انقيها بقى كده براحتي وبحمصها وبطحنها بقى ايه على قد الاستخدام. تعالوا نشوف كمان مع بعض. هنا كنت جايبة كيسين لبن كانوا حلوين جدا عليهم عرض كده، الكيس ب14 جنيه. وجبت معايا كمان بس مش عايزه اتوهكم معايا كده واحده واحده. جبت هنا شاور، الشاور ده ريحته تحفه تحفه تحفه، وب45 جنيه. انتوا متخيلين؟ يعني في محل كده فاتح جديد برضو زي ما بقول لكم، بس مش العطار، محل تاني. طبعا لما بيكون اي محل بيبقى فاتح جديد بتبقى عليه يعني بيبقى عامل عروض حلوه، لان طبعا بيبقى عايز يجذب الزبون للمحل. عايزه اقول لكم كمان المعطر بتاعه دوت تحفه تحفه تحفه، ريحته جميله قوي يعني. انا عايزه اقول لكم ان انا بس فتحته معاكم كده، الغطا البلاستيك اللي انا شلته كده من الازازه فضل في المطبخ في الباسكت بتاع الزباله. عايزه اقول لكم يعني ان كان قالب ريحه المطبخ كلها من المعطر ده. جبت كمان 4 صابونات من دولت، انا شكلتهم يعني تقريبا الاربعه عاملين 60 جنيه، عشان طبعا متشكلين. انما لو هتجيب الدستة على بعضها اللي هي السافانا ديت تقريبا ب55 او ب50 جنيه. جبت كمان شامبو. انا بحب شامبو قوي اللي هو كليوباترا دوت. دي بتبقى من ماي واي، طبعا اي محلات بتبيعها عادي. كانت الجيركن بيبقى اوفر يا بنات من الازازه. الجيركن كان عامل 130 جنيه، يعتبر لتر ونص، طبعا بيكفي ويوفي يعني ما شاء الله. طبعا انتوا عارفين بقى ان انا معايا بنات وانا وكده، فازازه ما بتعمل لناش حاجه. جبت كمان كده 2 من الجيلي، واحد بالفراولة وواحد بالمانجا. وجبت كده كام ورقة فانيليا على كام كيك، ورقة كيك شيف. عايزة اقول لكم بقى هنا ان دي كانت اسعار المكرونات فقط لا غير، اللهم صل على النبي، بدقيق البسبوسة، بالحاجات اللي زي كده ديت. يعني انا كنت عايزة اقول لكم الاسعار بس كده سريعا قبل ما نخش في الوصفة بتاعتنا. كانت اسعار الخضار كلها كده عاملة 225، واسعار المكرونات والحاجات اللي هي العلافة اللي جبتها من عند العطار كانت 232. قلت له كمل لي بقى كده كام ورقة فانيليا وكام كيك شيف، يعني كملتهم 250. طبعا الجيلي واللبن واللي هي الورق الكب كيك دوت العلبة بتاعته عاملة 15 جنيه، وكيسين اللبن عاملين 28 جنيه، واتنين باكت من الجيلي عاملين 30 جنيه. دولت حسابهم كام؟ دولت حسابهم لوحدهم كده 73 جنيه. اما بقى الشامبو والشاور والاوكسي اللي هو عفوا مش اوكسي، اللي هو الباهي دوت، والمعطر 55 جنيه، والصابون 60 جنيه عشان متشكلين. وجبنا كده ب10 جنيه اللي هي الأكياس الفاضية بتاعت اللبن ديت، دولت كان حسابهم كده 365 جنيه. يعني كده الميزانية على بعضها حوالي 920 او 913 جنيه، يعني في الحدود ديت. هي طبعا في حاجات ان احنا نقدر نستغنى عنها وحاجات لا، يعني انت ممكن تقدري تستغني عن الفلفل الالوان، تقدري تستغني عن الفلفل الاحمر، تقدري توفري شوية في المكرونات.
انا بصراحة عشان بقول لكم كان في عروض وكده فجبت الكمية ديت، لان احنا برضو عندي الولاد بيحبوا جدا جدا المكرونة. وبعدين عايزة اقول لكم حاجة، ان بصراحة طول ما الخزين دوت بيبقى موجود في البيت وانا ببقى مرتاحة، بيبقى بالنسبة لي احسن من الفلوس. يعني لو الفلوس اتصرفت وفي حاجات موجودة في البيت، هتقومي تطلعي حبة مكرونة كده وبطاطسيتين تحمريها. يعني انتوا فاهمين قصدي، فاهمين يعني يومها هيعدي ان شاء الله. فاتمنى ان يكون ميزانيتي عجبتكم، وطبعا كل واحد على حسب ظروفه زي ما قلت لكم. ان شاء الله باذن الله لو عجبكم الفيديوهات بتاعت الميزانيات ديت، اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله اشارككم ميزانيات يعني حلوة جدا، يعني هتنفعكم وتنفع بقى ايه، يعني تنفعنا كلنا كده، كلنا نستفيد بيها من بعض ان شاء الله. يلا كده عشان ما تتوهوش معايا بقى، النهارده هعمل لهم اكلة الحلة الواحدة. الاكلة دي تحفة جدا جدا جدا، عبارة عن لحمة مكعبات وبطاطس وفلفل بقى وطماطم، يعني خلطة جميلة كده زي ما انتم ما شفتوا. طبعا الاكلة دي بتبقى جميلة جدا في الشتاء، وبتبقى حلوة قوي في الازمات لو انت بقى مستعجلة كده ومتأخرة. كلها بتبقى في حلة واحدة كده، ما بتاخدش معاكي وقت ولا حاجة. هنا بقى هعمل جنب الكباب الحلة شوية رز بشعرية حلوين بقى. انتوا عارفين بقى الشتا بقى وعمايله يعني، لازم اكلات كده تدفي. وبصراحة يعني الولاد بقى بيجوا من الدروس بيبقوا سقعانين وبيبقوا جعانين. يعني يعني بحاول بصراحة اني اعمل لهم اكل يعني يدفيهم شوية. وطبعا كالمعتاد في ايام المدارس والدروس، ان احنا كلنا كده ما بنتجمعش مع بعض وبنقعد على اكلة واحدة يعني. فربنا يعينهم جميعا ويوفقهم يا رب، ويعني يجعل تعبنا فيهم خير، اللهم امين. إيه لو عجبكم بقى يا حبيباتي الفيديو بتاع النهاردة، ما تنسوش بقى كده تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة الكل كده، عشان عيلة أشرقت الأنوار إن شاء الله تكبر بيكم. أحلى بقى حبة شوية رز بالشعرية كده عملناهم النهاردة مع بعض، ويبقى كده النهاردة يومنا كده خلص. أتمنى إن الفيديو يعجبكم، وأشوفكم في فيديوهات تانية كتير في حفظ الله وأمنه. مع السلامة.